الحواوشي الاسكندراني او العيش باللحمه او العيش بالعجين زي ما بيقولوا بعض الدول العربيه. هوريهولكم النهارده من قلب اسكندريه، كمان حشوه تانية حلوه جدا ولذيذه جدا، ودي بتكون حشوه صدق بجد فظيعه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بقى، اول حاجه هنعملها هي عجينه العيش. بوله فاضيه هحط فيها دقيق، رشه ملح، سكر، خميره. هقلب بقى المواد الجافه كويس جدا، وهعمل حفره كده صغيره وهنزل بيها بقى بالسوائل اللي هي الميه وبس، وهي دي بس كل المقادير. ولو لقيتوا العجينه معاكم سايبه شويه زودوا لها شويه دقيق، لو لقيتوها جافه زودوا لها حبه ميه صغيره جدا. انا شلتها من البوله وعجنتها كده كويس جدا على الكاونتر. اهم حاجه لازم العجينه معاكم تكون ملزقه تمام. هي دي العجينه اللي بتتعمل، لا بنحط بقى لبن ولا زبادي اللي هو حليب يعني، او زبادي او او بيض او اي اضافه تانية، او بقى بنقف في الفرن وبتجيلنا كده الصاجات بتاعه العيش اللي هي تكون مفروده ومتخمره، وبنحط فيها الحشوه وبس كده. طبعا الحشوه الاصليه هي حشوه اللحمه المفرومه. عندي هنا لحمه مفرومه وبصله متوسطه مفرومه ناعم عادي جدا في المبشره. هحط عليهم ملح، فلفل اسود، رشه من الكزبره هتخليها فظيعه، كمان رشه صغيره من الكمون والبابريكا. وانا عشان اللحمه اللي عندي ما فيهاش نسبه دهن كفايه فزودت لها كمان حته سمنه بلدي. كلهم بقى قلبتهم كويس جدا. وعلى فكره لو انتم حابين ان انتم تحطوا اي اضافات سواء كانت بقى مثلا قرفه، قرنفل، والعجين اللي عندي خلاص خمر، وقسمت العجين وقطعته كده على شكل كور وفردته وحطيته في الصينيه وغطيته زي بالظبط طريقه العيش العادي جدا. هنا بقى فردت اللحمه المفرومه بعد طبعا ما العجين ما عندي خمر، وحطيت واحده فوق التانية وقفلتها بقى كويس جدا. وده الشكل بقى المتعارف عليه. بعض الناس بتحط هنا طماطم، فلفل اخضر، شبت، بقدونس، كزبره فريش. ممكن الحاجات دي برضو تضيفوها، انا ساعات على فكره بحطهم وساعات لا، بحس ان هي كده احلى. بس بقى تدخل الفرن طبعا مش بتاخد وقت خالص، وتطلع بقى يا جماعه ترشوا عليها شويه ميه علشان بس تفضل طريه معاكم، وتغطوها وتسيبوها على جنب. لا بقى فيها نقطه زيت ولا بيض ولا اي حاجه، هي يا جماعه عجينه عيش وبس كده. ونيجي بقى نعمل الحشوه التانية اللي انا كمان بموت فيها، هي ان انا بجيب صدق بلدي او بقالي يعني لو انتم حابين، وعليهم شويه كده من الجبنه التركي او الرومي المبشوره، ولو انتم بتشوفوني من بره مصر ممكن تستعملوا الجبنه البارميجان، فلفل اخضر، شويه طماطم وتكون متقطعه مكعبات، زيتون، وبس كده. غطيت العجينه بعجينه تانية وقفلتها كويس جدا وحطيتها هي كمان على الفرن. خلصت وده بقى شكلها. طبعا رشيت عليها الميه وغطيتها. شايفين بقى طريه قد ايه، وطعمها يا جماعه يجنن. لا فيها بقى حبه بركه ولا سمسم ولا جبنه موتزاريلا، والا هتبقى كاليزوني. لو انتم جيتوا من اسكندريه مش هتاكلوها غير بالشكل والطعم ده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتشوفوني من الفيسبوك ما تنسوش لايك للفيديو، لايك للبيج. ولو انتم بتشوفوني من اليوتيوب ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.